عسلامتكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نعرف رمضان هكا نحبوا حاجات تكون شايحة هكا، حتى في السهرية نجموا ناكلوا منها. فاليوم حبيت نودكم بالرسيت متاع الباتي التونسي على طريقتي. فتبعوا الوصفة باش يجيكم حاجة بالحق بنينة بنينة برشا. استحقيت لهنا زوز كيسان متاع فرينة باش نحط عليهم مغيرفة متاع خل. كما تشوفوا انا راني استعملت الماكينه ديجا، ديما قاعده نطيب الخبز متاعي في الدار، فما تستغربوش شبيها الماكينه مسخه. مش مسخه، هي لما حالة عجنت فيها ديجا. فهذيك هي العجينه متاعنا، باش نضيف لها انا الماء بشويه بشويه، وراني استحقيت كاس الا ربع ماء. فوالا عجنت عجينتي انا مدة 10 دقائق، وباش نحيها تويكا وباش نحطها ترتاح في عقلها. باش نحطها انا تويكا في بلاستيك غذائي، وباش نحطها على جنب لو طون اللي حضرنا الحشو متاعها. بالنسبة للحشو كل واحد يعمل الحشوة متاعو كيما يحب هو. أنا لهنا اخترت نحط شوية معدنوس وشوية بصل، شوية هريسة عربي، وعندي كعبتين متاع عظم مصموتين، فلفل برلعبيد، فلفل مسير، حطيت شوية مايس، شوية جبن مثلثات كيما تشوفوا، وعندي موتزاريلا، واللي يحب زيت الزيتون والكبار يحط. فتعملوا الخليط متاعكم كما تحبوا نتوما، تحبوا تعملوا دجاج، تحبوا تعملوا اللحم، تحبوا تعملوا تون. انا اخترت لهنا باش نستعمل تون. فهذه هي الحشوه متاع الباتي، سهله ما فيها حتى شيء. جوست باش نملحها لهنا شويه بشويه ملح ورشه متاع فلفل اكحل، وهكا تكون الخليط متاعنا والا الحشو متاعنا حاضر. كما تشوفوا ما شاء الله لهنا التون جبته من تونس، ما شاء الله على تون تونس، حقيقة حاجة روعة. شوفوا كالحمورية وكالبنة، حسيلوا ريحته فايحة. فوالا هذه هي حشوتنا. تويكا ما بقى كان باش نخرج العجينة متاعي من الفريجيدير، انا حطيتها شوية في الفريجيدير، وباش نحلوها ونبداو نشكلوا كعبات الباتيه متاعنا. في حلين العجينة حاجة سهلة ياسر، باش نستحق جوست فرينة باش تطوعني العجينة وما تلصقليش، وباش نستحق الزبدة بطبيعة الحال. ولهنا انا لا ذوبت الزبدة ولا عملت لها حتى شيء، جوست خرجتها شوية من الفريجيدير، خليتها هكا تذوب الليش، وتويكا باش نحطها جوست هكايا في الفرينة، ونبدا نحك فيها فوق العجينة متاعي بالطريقة هذه. لهنا كملت حطيت زبدة جوست باش نحط هكا شوية فرينة على يدي، ونبدأ نرص شوية في الزبدة باش تلصق لي بالكدا في العجينة. وتويكا باش نبداو نسكروا العجينة متاعنا بالطريقة هذه كما تشوفوا، باش نلفوها مربعات مربعات. جوست تبعوا الطريقة هذه كهو، معناها ماهيش صعيبة يعني. هذه هي طريقة اللفين سهلة. وبعد ما نلفها باش هكا معناها نستويها بيديا بالكدا، ونخليها ترتاح شوية زادة، باش نخليها ترتاح شوية لخاطر الزبدة قاعدة تسيح معايا. بعد ما ارتاحت العجينة متاعي تويكا باش نجيب نحلها. كيما هكايا انا استعملت نشيط، نجموا تستعملوا فرينة راهو ما يقلقش. باش تبداو تثنيوها بالطريقة هذية وتحلوها، وتعاودوا تثنيوها بنفس الطريقة، يعني مرتين ثلاثة هكاكا، وتكون عجينتكم حاضرة. كما تشوفوا لفيتها باش نحلها ونعاود نلفها مرة أخرى. أنا لفيتها الحقيقة مرتين، انتم تنجموا تلفوا 3 مرات 4 مرات على كيفكم. وفوالا هذه هي العجينة، أنا تويكا حليتها وباش نبدأ في التشكيل. التشكيل كيف كيف على كيفكم، تشكلوا كيما تحبوا نتوما.
انا لهنا جوست عملت هكايا معناها دور بالطريقة هذه، وعملت زادة مربعات وفوالا. هذم هما الأشكال اللي اخترتهم لليوم. الحقيقة أنا ما عملتش كونتيتي كبيرة، اللي يحب يشكل يعمل جو هكا ويعمل بون كيف ينجم يشكل على كيفه هو. هذم هما كعيباتي. ثم الكعيبات هذوما اللي حطيت لهم الزيتون، بويسك انا ما ناكلش الزيتون والكبار، هذاك علاش خليته يعني ما خلطوش مع العجينه. هذه غرستنا لليوم. كما تشوفوا حضرنا الباتيه التونسي، حويجة بالحق تعمل 66 كيف، وحاجة هكا خفيفة تنجموا في السهرية تاكلوا منها. إن شاء الله الغسيت عجبتكم، وإن شاء الله يا ربي ترجعوا لي بالتعليقات وتابعوا روسيتي عاد، وقولوا لي هكا في التعليقات شنو قولكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، ونقول لكم شهية طيبة وفي الأمان.